شجار واشتباكات بين اللاعب المغربي سفيان رحيمي مع لاعب الهلال السعودي عقب انتهاء مباراة العين والهلال. وحقق الهلال فوزا كبيرا على الزهر العين الإماراتي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا للنخبة بنتيجة 5-4 مساء الاثنين. وجاء هذا الفوز بشق الأنفس، وكان الهلال يحقق انتصار نسل لولا لاعب واحد فقط في صفوف فريق العين وهو سفيان رحيمي، والذي كان أشبه بالكابوس المغربي للزعيم السعودي في ليالي آسيا. وكان رحيمي في الموعد واستطاع أن يثبت نفسه مرة أخرى أمام الهلال بعطر الجديد هو الثاني له في شباك الزعيم. واستطاع رحيمي أن يتعادل العين بعد تقدم الهلال بهدف، واستمر في إبقاء فريقه في المباراة الهدف الثالث، عندما كانت النتيجة تقدم الهلال بأربعة أهداف، والهدف الرابع عندما تقدم الزعيم بخمسة. بالإضافة إلى هذا منعه التسلل من أجل أن يكون صاحب رباعية في مواجهة الليلة، حيث تم منعه من الاحتفال بهدف الأول في الدقيقة السابعة. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.